بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا فيكم يا بنات. فيديو اليوم راح أتكلم عن تتبيلة السمك. إذا حابين تسووا سمك هامور، أي نوع سمك عندك حابة تشويه أو تدخليه كمان الفرن يا بنات. فهذه التتبيلة بجد مرة طعمة، بتعطي طعم مرة حلو للأكلة اللي هي الروبيان كمان يا بنات، للنوع السمك اللي عندك حتاكليه. فايش حنحتاج يا بنات؟ حنحتاج طبعا معجون فلفل احمر، هنحتاج هذه صلصة. ايش مكوناتها؟ بس بقرا لكم مكوناتها بنات. مكوناتها فلفل حار وتوم طبعا واشياء كده، خلينا نقول تجارية، نشا ذرة معدل ومدري ايه. هذه مرة حلوة يا بنات. طبعا هذه تلاقوها كلها. في عندكم كمان صلصة اللي هي ريستيرس، هذه كمان مرة حلوة، هذه تعطي طعم مرة لذيذ للروبيان يا بنات. والخل هذا من الأساسيات. وعندكم معجون التوم يام، هذا معجون توم يام تلاقوه في البقالة الجاوية أو الفلبينية، هناك يا بنات تلاقوا المعجون هذا مرة لذيذ. خصوصا حلو لو تحطوه في الشرب، في الاندومي، مرة لذيذ بنات، مرة لذيذ مع باسو كده واشياء. وخل حنحتاج طبعا في التتبيله ملح، فلفل اسود، كمون، كركم. انا بتكلم دحين على ايش يا بنات؟ على تتبيله الروبيان او اسماك. اذا انا حابه اتبل، اذا عندي نوع السمك او روبيان حستخدم التتبيله هذه بنات. حلو انك تنشفيه زي ما قلت لكم في فيديو اللي هو التتبيلات الشوي عندي. اول حاجه، اهم نصيحه يا بنات، اهم نصيحه، نشفي الروبيان مظبوط، يعني حطيه في صفايه بعد ما تنظفيه وتغسليه مظبوط. طبعا تغسليه ملح وخل وليمون عشان الزفارة منه تروح والريحه. تنشفيه يعني حخليه ساعة كده يزل مويته، ححطه في صفاية يزل مويته، وابدأ بعدين احط تتبيلتي عشان يمتصوا مظبوط، لانه يكون هو خلاص ناشف زي القطنة. كيف تكون ناشفة وبعدين تمتص كل حاجة. انا هذا اللي بسويه عشان تاخذ الطعم، عشان لا نقول انا يعني حطيته وما في طعم، فيني خسارة التتبيلة اللي انا سويتها. فهذه اهم ستيب يا بنات. هذه النصيحة اخذتها من الشيف العالمي اللي هو علي يوسف. اتمنى تتابعوا فيديوهاته في اليوتيوب وتقولوا لي ايش رايكم. بجد رهيب يعني، شوف ما شاء الله تبارك الله. الحلو فيه انه يا بنات يشتغل كده بدون مقادير ويعطيك نصايح مره حلوه وروحه كمان حلوه. واهم حاجه ايش؟ زي ما قلت لكم في النصايح هذه طبقوها وتقولوا لي ايش رايكم. واتمنى فيديوهات اليوم اللي انا بسويها وافكاري انه تناسبكم بنات. لا تنسوني من اللايك والسبسكرايب وتنشروا القناه. ومع السلامه.